عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ويقول المثل العربي: من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه. لكن كنلاحظوا بزاف ديال الناس كيتدخلوا في بعض المسائل اللي ما كتعنيهمش، يعني بعض الأسئلة اللي الأجوبة ديالهم ما غادي تنفعهم بحتى شي حاجة. فمثلا كتلقى شخص جالس مع شخص آخر ولا مرأة مع مرأة أخرى، مهم نقولوا شخص، ولكن الأغلبية يعني كيكون هادشي هذا في النساء. غلطيتي، غلطيتي بزاف، يعني وليتي كتوزني أكثر من القياس. فهاد الكلام هذا شنو غادي يغير؟ شنو غيزيدك انت؟ شنو غينقص للشخص الآخر؟ رغم أنها عندها مراية في الدار كتشوف راسها أنها غلاضت، عندها ميزان في الدار كتعرف راسها بانها زادت في الوزن، وما طلبتش منك الرأي ديالك واش زادت ولا نقصات، ولا حتى الا طلبات ماشي مشكل، ولكن ما طلباتش. علاش غادي تعطي الرأي ديالك وهي ما طلباتوش منك؟ علاش كيعجبكم تجريح الناس؟ علاش كيعجبكم تجريح الطرف الاخر؟ ولا ضعفيتي بزاف بزاف على هاد الضعف، خاصك تاكلي. صافي هي عارفه بان خاصها تاكل، وكتشوف راسها في المرايه ضعفت، وكتشوف راسها حوايجها يعني كباروا عليها، عندها ميزان كتوزن، هادشي كامل عارفاه، ولكن انت ما عارفش شنو كاين لداخل. ربما كتمر بمشاكل صحيه، ربما بمشاكل نفسيه، ربما بهموم، ربما. فعلاش كتبقاو تحكروا على الدبره؟ علاش؟ كذلك تلقاي شي وحده هي مثلا عندها البثور في وجهها، حب شباب، وجهك ولا ورا كتشوف، عندها مرايه وعارفه. علاش كتبيني لها بان هذاك الشيء راه باين؟ صافي تعلموا انكم تخلقوا بالاسلام. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. وجبر الخواطر راه شي حاجه زوينه. من صار بين الناس جابرا للخواطر ادركه الله في جوف المخاطر. الكلمه الطيبه صدقه. حتى لا واحد السيده مسكينه معقده من الوزن ديالها، رغم ان كل شخص خلق الله سبحانه وتعالى في احسن تقويم، كل واحد وجاي معاه الشكل ديالو. اللي ضعيف جاي معاه الضعف، اللي غليظ جاي معاه الغلظ، اللي عنده حب شباب غيجي وقته غيتسالى غيمشي، اللي ما فيش غيجي واحد المرحله وغادي يجي. فهذه مساله عاديه، ولكن اهم حاجه راه لا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى. فخاصنا نتنافسوا ون 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 ونديروا انتقادات، وهذا اول حاجه على انفسنا، على انفسنا. فالله سبحانه وتعالى ما خلقناش باش نحاسبوا وحدين اخرين، نحاسبوا نفسنا. والله سبحانه وتعالى ما خلقناش باش نعيبوا على الناس. شفتي شي حاجه عجباتك مدحها بالكلمه الطيبه، شفتي شي حاجه ما عجباتكش في نفسك قول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثير وفضلنا عنهم تفضيلا. واسكت، قل خيرا او صمت. ولا شي وحده ما مزوجاش كتشوفها انها ما دارتش العرس وما عرضاتك ما حتى شي حاجه، وتا تجلسوا بزاف ديال الناس مجموعين ولا في العرس، ولا ايوا انت فوقاش نشوفوك عروسه؟ من غادي غتكون عروسه راه غادي تعرضك، غادي تستدعيك للعرس ديالها، وغادي دير الاشهار الى اخره. راه من شروط الزواج اشهار، غتكوني من اول المعلومين. ولا شي انسانه متزوجه كتلاقيها دائما ما عندهاش كرش حامل، ما معهاش بيبي صغير، كتجي تقول ايوا انظرا فوقاش نشوفوا وليداتك. مين يكونوا عندها وليداتها راه سواء غتشوفيها في كرشها حامله، سواء غتشوفي معها وليد ولا بنيه في يديها ولا في لابوسات ولا شي شخص كذلك سميتو مثلا مازال ما خدمش، قرا وضرب تماره مسكين وخدا الدبلومات ومازال ما لقاش الخدمه. ايوا فوقاش غتبدا الخدمه؟ من غيلقى الخدمه راه غادي تبان، غتشوفوا ما كيساليش، ما عندوش الوقت، غادي تبان في الهيئه ديالو، غيبان في التوقيت ديالو، يقدر يعلمك كاع. علاش كتبقاو تحكروا على الدبره ديال الناس؟ علاش؟ ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وتكون دائما الكلام ديالكم كلمه طيبه، قل خيرا او صمت، وما تدخلش فيما لا يعنيك لكي لا تسمع ما لا يرضيك. دائما الحاجه اللي بعيده عليا ما نتدخلش فيها.
نهائيا، سواء في الشكل ولا في الحياة الخاصة ولا في الحياة العملية ولا مثلا الجارة ديالك سمعتيها عندها نقاش مع الزوج ديالها والغوات وهذا، ماشي تلقايها في الصباح السلام لاباسك لاباس البارح علاش كنتو كضربوا. حشومه، هذا تتبع عورات الناس. الا جات هي وشكات لك وعاودات لك، تنصحي بالكلمه الطيبه وتليني قلبها على زوجها، او انت كرجل تلين قلب الجار ديالك على الزوجه ديالو. ولكن باش تبقاو تتبعوا عورات الناس، لا، هادشي ماشي من شيامة المؤمنين وماشي من شيامة المسلمين. حتى الا كنتي كتسمع الصداع ماشي تنقص صوت التلفازه باش تصنت، ولا تجسسوا. زيد في الصوت ديال التلفازه وقول انا ماشي شغلي، قل انا ماشي شغلي، وقل نسال الله السلامه والعافيه. فدائما الانسان يلتزم الصمت ويقول الخير ولا يسكت، ودائما يطلب السلامه. فشحال من شخص كيبقى يتبع عورات الناس وينتقد الناس ويقلب على عيوبهم وهذا، ولكن كيجي يوم وكيولي هو المعيوب. هذاك الشيء علاش الدنيا كدور. دائما كون افضل نسخة من نفسك، دائما حاسب نفسك، راجع نفسك، حاول تصلح عيوبك، حاول تصلح زلاتك. ما تتلهاش بالخلق، تلها بنفسك باش تكون انسان مزيان، تكون مؤمن مزيان، تكون اخ مزيان، تكون زوج مزيان، اب مزيان، زوجة مزيانة، اخت مزيانة، ام مزيانة. دائما ردوا البال لنفسكم ونساو الناس. اللي كيتلهى بالناس كيجي واحد الوقت وكيوليو الناس كيتلهاو به. داكشي علاش كنطلبوا الله سبحانه وتعالى باش يصلحنا ويلحقنا بالصالحين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.